أماكن كتيرة حوالينا اتعودنا نشوفها كل يوم، بس عمرك وقفت وفكرت الأماكن دي اتعملت إزاي؟ أكيد ما جاش في بالك، صح؟ عشان كده بقى أنا أحكي لكم حكاية مكان. أول سؤال سألته لنفسي، هم ليه قرروا يبنوا في الصحراء دي بالذات؟ بس لما شفت إن الصحراء دي بقى فيها أكتر من 600,000 بني آدم، 600,000 بدأت أفهم. بص على المدخل، على الشارع، الميدان، شوف حجم المكان عامل ازاي. كل تفصيلة معمول حسابها بالورقة والقلم. يا أخي مفيش تفصيلة متسابة للصدفة. لما أكبر مصممين في العالم يجتمعوا لازم يطلعوا مكان مش عادي. تخطيط مش طبيعي. حتى نظام الري رهيب. واحد سامعه بيقول لي يعني هي جت يا كريم على الري؟ ايوه جت على الري. كل حاجه متحدد لها الوقت والمكان اللي تتبني فيه. مطر معمول حسابه، امان، كاميرات في كل حته ممكن تتخيلها، مع غرفه تحكم مهوله. الغريب ان رغم كل المساحه دي اي حاجه هتحتاجها هتلاقيها على بعد 5 دقائق منك مهما كان مكانك. شكلك مش متخيل. هايبر ماركت، سجل مدني، شهر عقاري، شرطه، مطافي، ان شاء الله ما تحتاجلهاش. ولا الكرافت زون مش هيخليك تطلع بره مدينتي. مش صدفه ان كل حاجه على بعد 5 دقائق منك. دي حاجه مدروسه كويس قوي. نروح بقى للجولف. عايز اقول لكم ان احنا في واحد من احلى واكبر نوادي الجولف في الشرق الاوسط. لعبتي. واحد يسالني يقول لي طب فين النادي يا كريم؟ انت بس لو تصبر. لعلمك بقى النادي ده فيه كل الرياضات الاولمبيه اللي ممكن تتخيلها. حتى لما اختاروا مكانه اختاروه في وسط المدينه عشان يناسب كل الناس. هتطلع بطل يعني هتطلع بطل. المدارس بقى ما انا عارفك مستنيها. هتلاقي منها الناشونال والانترناشونال. اختار منها اللي يعجبك. اما الاوبن اير مول بقى ده قصه تانيه خالص. انا شخصيا بدخله الصبح بطلع بالليل. اصل الحاجات اللي فيه ما تتخيلهاش، ومعمول في مكان يناسب اللي جوه مدينتي واللي براها. تخطيط عالمي. شوف بقى وهم بيبنوا نور. اول سمارت سيتي متكامله مدروسه حتى في مكانها. مجموعه طلعت مصطفى قصه تتحكي في سنين. بس لو هلخص القصه دي في كلمه واحده: العلم اللي خلاهم شايفين المستقبل ومش سايبين حاجه بالصدفه. العلم اللي خلاهم يبنوا مدن سكنيه بكل احتياجاتها من غير ما تفوتهم تفصيله واحده وبكل النجاح ده. في مجموعه طلعت مصطفى القصه بدات من 50 سنه. اساسها العلم وبطلها دايما المستقبل. مجموعه طلعت مصطفى بناة المستقبل.